مرحبا. بهذا الفيديو راح نتعرف كيف ننشئ فيديوهات ذكاء اصطناعي وبشكل مجاني بديل لموقع فيو 3. كل اللي عليك تتبع الخطوات، نفس الخطوات داخل الفيديو لحتى تنشئ الفيديوهات، وفيديوهات طويلة ممكن تكون 30 ثانية أو دقيقة، يعني مش محدد ب8 ثواني مثل فيو 3. هذا الفيديو تم إنشاؤه بهاي الطريقة، وفيك تنشئ فيديوهات أطول. قبل لا أبدأ الشرح حطوا لايك هذا الفيديو، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس. الروابط اللي راح نستخدمها بهذا الفيديو راح تكون كلها بالوصف وبأول تعليق. ولأي سؤال، لأي استفسار عن الفيديو أو عن أي شيء آخر فيك ترسلوني حسابات التواصل الاجتماعي، أو فيك تكتبوا تعليق أسفل الفيديو. ويلا نبدأ. أول خطوة راح ندخل لتشات جي بي تي. من شات جي بي تي راح نطلب مطالبة لإنشاء صورة للشخصية. هون أنا كتبت هاي الكتابة، فيك تشرح له أكثر لحتى يعطيك المطالبة. المطالبة ممكن تتحرك باللغة الإنجليزية، وممكن تطلب له الترجمة، راح يترجم لك إياها. هو راح أنسخ المطالبة اللي باللغة الإنجليزية، بعملها نسخ، بحددها وبضغط على كلمة نسخ. الخطوة الثانية راح نحتاج لموقع جوجل AI ستوديو. من موقع جوجل AI ستوديو راح نعمل خطوتين. راح نفتح جوجل AI ستوديو، كتبت بالبحث، راح أضغط على أول نتيجة. راح تفتح معنا الصفحة بهذا الشكل من الهاتف أو من الموبايل. لحتى نخليها تظهر كل الميزات بطريقة بسيطة، نروح نضغط على 3 نقاط من الأعلى، وبنحول كأننا نستخدم الكمبيوتر. نضغط على 3 نقاط ونعطيه إصدار الموقع الإلكتروني لسطح المكتب. ومن الخيارات اللي على الجنب راح نضغط على خيار Generate Media. نضغط على هذا الخيار، راح يعطيني 4 خيارات. أول خيار راح نستخدمه الإيميجن، والخيار الثاني راح نستخدمه Speech. الخيارين بهاي الخطوة. ضغطنا على إيميجن لحتى نعطيه المطالبة لحتى ينشئ لنا الشخصية. بهذا المستطيل راح نلصق المطالبة اللي من خلال شات جي بي تي عملناها. بعد ما لصقنا المطالبة راح نروح نضغط على رن. وفي عندي خيارات من الجنب. هاي الخيارات فيك تحدد مقاس الصورة من هاي الخيارات. بعدها راح تضغط ضغطة بسيطة على الصورة، راح يظهرك مجموعة من الخيارات، منها السهم لحتى نحمل الصورة لجهازنا. راح نضغط على تحميل الصورة. الخطوة الثانية من داخل جوجل AI ستوديو كمان راح نضغط على Generate Media، لكن هاي المرة راح نستخدم Speech. راح ننشئ صوت. من الخيارات اللي عندنا راح نضغط على خيار الصوت، واللي هي هذا الخيار. وراح يكون عندي مجموعة من الخيارات، منها خيار Single Speaker أو أكثر من صوت. راح نختار خيار Single Speaker. كمان من هذا الخيار راح نحدد الصوت، رجل أو امرأة، ومن الخيارات تختار الصوت اللي بيناسبك. في عندي مجموعة من الأصوات، فينا نسمع الصوت من هاي الخيارات، وبعدها راح نحدد الصوت. بعدها الخيار الأهم واللي هو من خيار تكست، نضيف الصوت أو نضيف الكلام اللي بدنا إياه يحكي الصوت. كتبت الكلام اللي بدنا إياه يظهر كالصوت بخيار التكست. فيك تضيف الكلام باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. بعدها من الأسفل راح نروح نضغط على كلمة رن. نضغط على كلمة رن، راح يظهر معنا الصوت. وفي عندي 3 نقاط بجانب الصوت، راح نضغط على 3 نقاط لحتى نحمل الصوت لجهازنا. ضغطنا على 3 نقاط، نضغط على تنزيل.
الخطوة اللي بعدها راح ندخل على موقع رنوي، نضغط على الموقع نفتحه. فينا نستخدم الموقع مباشرة بهذا الشكل، أو فينا نضغط على 3 نقاط ونستخدم الموقع بإصدار الكمبيوتر، لكن راح نستخدمه بهذا الشكل. من خيار الزائد راح نضغط لنضيف الصورة. بعدها راح يطلب منك التسجيل بالسجل بأي حساب جوجل. بعدها راح يرجع بهذا الشكل. بعد ما سجلنا بحساب جوجل راح نضغط على الزائد لحتى نضيف الصورة، لحتى نعمل على تحريكها لتكون على شكل فيديو. بعد ما ضفت الصورة كتبت اجعل الشخص في الصورة يقف ويتحدث، راح نكمل كلمة يقف ويتحدث. بعدها راح نضغط على السهم داخل المربع الأزرق. أكملنا تحريك الصورة، خلاها على شكل فيديو. راح نحفظ الفيديو من خلال السهم، راح نضغط على تحميل الفيديو لجهازنا. بعد ما أكملنا تحميل الفيديو حاليا راح ننتقل لموقع جديد. من خلال هذا الموقع راح ندمج الفيديو مع الصوت، وراح يتم دمج بين الفيديو والصوت. بعدها بنحمله لجهازنا. هذا هو الموقع. راح ندمج الفيديو مع الصوت. من ال3 خطوط راح نضغط، وراح نضغط على خيار 3 for free لحتى نسجل داخل الموقع. بعد ما سجلنا من خلال أحد حسابات جوجل راح يظهر لي هذا الخيار. راح نحدد أحد هاي الخيارات ونضغط على next. كمان من هنا راح تحدد أحد هاي الخيارات وتضغط على next، وبعدها على المستطيل الأزرق. بعدها ممكن يظهر لك فيديو دعائي، بتسكر الفيديو الدعائي، ومن خيار New Project راح نضغط لحتى نحمل الفيديو والصوت. من هون راح نضغط على خيار براوز لحتى نحمل الفيديو اللي حركناه بالخطوة السابقة. حملنا الفيديو. فيك تستخدم الموقع من خلال 3 نقاط بإصدار سطح المكتب، أو فيك تستخدمه بإصدار الهاتف بحسب الإشي اللي أنت حابه. بعدها بعد ما حملنا الفيديو راح نضغط من الأسفل على خيار هذا الخيار لحتى نضيف الصوت اللي عملناه بالخطوة اللي قبلها. بعد ما أضفنا الصوت راح ننتظر لحتى تظهر العلامة الزرقاء بهذا الجانب. بعدها نضغط عليها وننتظر حتى يتم تركيب الصوت والفيديو معا. وبعد ما اكتمل تركيب الصوت والفيديو راح نروح للخيار من الأعلى، خيار التحميل، حتى نحمله لجهازنا. نضغط على هذا الخيار لحتى يتم التحميل. صباح الخير، اليوم الطقس جميل، أدعوكم لزيارة الحديقة.